بعد الفيديو ده هتتأكد إن مش كل معالج روحاني بيعالج بكتاب الله شغله سليم 100%. واسمع الفيديو. سحر آخر الزمان هينتشر في الأمة باستخدام القرآن. في أول صحيح مسلم: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. هينشر نفس السحر القرآن. بالقرآن. كل كتب السحرة بتوع هذا الزمان بيستخدموا فواتح الصور، البسملة، الأسماء الحسنى، لكن بتكرارات معينة بأرقام معينة علمهم إياها إبليس. أشهر ساحر في مصر الطوخي، الكتب بتاعته عن أسماء الله الحسنى، مجربات اسم الله الأعظم، ما شاء الله. وهو كتاب في تعليم السحر، بين قوسين تعليم الكفر. ده في تعويذة لجلب الخدام، لجلب الشياطين، تعويذة يعرفها السحرة جيدا. هذه التعويذة فيها 27 اسم من أسماء الله الحسنى. أشهر ساحر عند العرب أحمد بن علي البوني، صاحب أشهر كتاب في تعليم السحر شمس المعارف. هذا الكتاب في فصل كامل عن خواص كاف هاء عين صاد. الفصل 17 تقرأ كاف هاء عين صاد بعدد معين، وعنده فصل في أسرار تكرار البسملة. فهو في الآخر تعليم السحر الكفري، لكن في باكج إسلامي. والموضوع ده انتشر بصورة مخيفة. والله بكتب من كام يوم على اليوتيوب كاف هاء عين صاد بالصدفة، والله ذهلت كمية فيديوهات ظهرت لي. ايه كمية السحر دي؟ سحر انتشر فجأة في الأمة في هذا الزمن. أسرار كاف هاء عين صاد سوف تفتح لك أسرار الكشف. سوف يأتيك ملاك. سر التمكين والتسخير بكاف هاء عين صاد تنفتح لك بها خزائن الأرض. السحر من هذا النوع من أخطر ما يكون. سحر فشى في الأمة. النوع ده من السحر اسمه السحر الروحاني أو السحر النوراني، وده كان مدفون في كتب السحرة، لا يعرفه إلا خواص الخواص، لكن فجأة فشى في الأمة، أصبح مشاع. فنحن في زمن انتشار شياطين يقرؤون على الناس قرآنا. الأرقام اللي الأستاذ بيطلب من متابعيه إن هم يكرروا بيها البسملة وفواتح الصور، هذه الأرقام هي أرقام قبالية، أرقام في سحر القبالة. سحر القبالة السحر الذي تعلمه اليهود في بابل أثناء السبي البابلي، ونشروه بعد الشتات في العالم كله. هذا النوع من السحر من أخطر أنواع السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. هذا السحر يقوم على أرقام قبالية 11 111 1111، وبيسموها الأكواد الكونية. الأرقام دي بتخلي الكون ينفذ لك اللي انت عاوزه. ده النهاردة انتشر بين الجهال الناس بتوع العلاج بالطاقة ان انت لو شفت الرقم 1111 هنيالك، اطلب الأمنية بتاعتك، اطلب ما تريد بسرعة. يا ابني انت كده بتعبد قيما رياضية وليس الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا شرك. ند الأرقام الرياضية المجردة. الله وحده هو المتصرف في الكون. الساحرة دورين فيرتشيو واللي عندها تطبيق على الموبايل للأرقام الكونية، الأكواد الكونية، وكيف أن التكرار بهذه الأرقام يجلب لك ما تريد. هذه الساحرة خرجت بنفسها لتعترف أن هذه الأرقام أرقام شياطين. الشياطين علموها لها وهي بتعمل تأمل مديتيشن في الحمام. I was meditating back then in our bathroom. And so I went into the bathroom and I prayed to get information about number patterns that I had been noticing on license plates and receipts and phone numbers and such. I was talking with spirits. I thought they were God's angels, but they were demons, I know now. So if you have my old angel number books or the old app that I made by that name, please delete
burn, toss, or otherwise destroy them. اكتشفت أنها أعمال شياطين وليست رسائل من الملائكة، وبتطلب من الناس إن هم يحرقوا الكتب بتاعتها ويحذفوا هذا التطبيق. متى يكون عند السحرة العرب رجولة مثل ما عند هذه المرأة؟ الأكواد الكونية والأرقام الملائكية كلها خواطر شياطين. سمية الناصر تقول لك 369 هذا رقم الكون، بتعلم الناس ان هم يطلبوا من الكون عبادة وثن الكون. خلي بالكم من نفسكم ومن أولادكم، لأن ساعات الموضوع بيكون بالفعل حالة نفسية، وأمراض الدنيا كلها بتيجي للحالة دي بمجرد ما بتروح لمعالج روحاني. وطبعا الناس بتثق فيهم على إنهم ملائكة نازلة من السماء، ما هم بيعالجوا بقرآن بقى. عالج نفسك بالحفاظ على صلاتك وأذكارك اللي كافلين يحموك من أي شر. بلاش تلجأ لدجال أو معالج روحاني أو أيا كان مسماه ما دام بيتعامل بالطريقة دي. وصل الفيديو ده لغيرك بفولو ولايك وشير وصل على النبي.